السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده استاذ احمد عباس. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الاختبار اللي هو بعد اختبار الخط المستقيم بتاعنا، بنقدر نعمل الابعاد بتاعت العربيه ونظبط معاها الكيرف بتاعنا زي اختبار الرخصه كده بالظبط، بس على اوسع شويه. بنقدر نظبطه علشان نخلي العميل يقدر يتحكم كويس جدا في سرعه الدركسيون بتاعنا وحركه العربيه وسرعه الدبرياج مع ضبط البنزين طبعا والفرامل. العربيه طبعا مانيوال. معانا دلوقتي استاذ احمد عباس زي ما احنا شايفين دلوقتي، قدر ان هو يتخطى بوشه كويس جدا. بس احنا مش بندربك بوشك بس، بندرب وشك وظهرك زي بعض. يعني ما ينفعش تروح لاي مكان وتلاقي نفسك بتتدرب وشك بس، لا، احنا محتاجين نتدرب على الاتجاهين، ان احنا نظبط ظهرنا ونظبط وشنا، عشان وانت طالع على الطريق احنا بنستخدم المرايات بنسبه 90% من سواقتنا، مش بس بنبص في الطريق من قدامه بس في الازاز اللي قدامنا. احنا معانا مرايات يمين وشمال، معانا مرايه في النص علشان نقدر نظبط منها كويس جدا كل الناس اللي بتيجي من ورانا، او لو انا عايز اتخطى حد او ان انا في حد ورايا عايز يعدي مني، فاقدر ان انا اعديه من غير ما ابقى واقف قدامه عائق ان هو يقدر يعدي مني. زي ما احنا شايفين دلوقتي استاذ احمد بيقدر يتحكم كويس جدا في زاويه الدركسيون، في سرعه العربيه، نظرته للمرايه، بيقدر كويس جدا يبص ان هو عنده ظهر مرايه فيها قمع يمين وفيها قمع شمال، وبذلك يقدر يتحكم كويس جدا ان هو يرجع صح. زي ما انتم شايفين طول ما انت ماشي هادي فبتعرف لو انت عملت اي حاجه غلط تتفادى غلطك، علشان انت اللي بتتحكم في العربيه لوحدك. انا ببقى من بره بديك العلم كويس وبديك التوجيه الصح، وبالتالي بسيبك انت تتعلم من جوه من اخطائك، علشان ما ينفعش المدرب يفضل قاعد جنبك على طول. نتمنى له طبعا التوفيق والخير، ونخش ان شاء الله معاه على التحدي الجديد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة أستاذ أحمد عباس. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الإقماع عشان نظبط معاه الركنة العمودي على رصيف. بنعمل معاه المكان بتاعنا ضيق شوية علشان نقدر نظبط أبعاد العربية في أي مكان، والضيق قبل الواسع، لأن أنت طول ما أنت بتتحكم في عربيتك بزاوية ضيقة في مسافة قليلة في وقت قليل، فبالتالي بتبقى أنت متحكم كويس جدا في العربية بتاعتك، متحكم في زاويتها، في سرعتها، في نظرة عينيك. زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا مستر احمد عباس هيبدا ان هو يبص كويس جدا على المرايه بتاعته علشان يظبط ان الاقماع اللي وراه تبقى خط مستقيم، علشان يقدر ان هو يدخل بين الاقماع زي الركنه العمودي لرصيف. دلوقتي هو بيقدر يبص كويس جدا طول ما انت سرعتك هاديه، طول ما انت بتعرف تظبط مراياتك، طول ما انت ماشي كويس جدا. دلوقتي هو شايف ان الزاويه بتاعته في المرايه بدات تبقى مظبوطه، فهيبدا ان هو يرجع عليها. زي ما انتم شايفين دخل ما شاء الله كويس جدا من غير ما يخبط القمع. طبعا بيبص على القمع التاني عشان يظهر، طبعا لو ما ظهرش بيبدا ان هو يطلع لقدام يمين علشان يقدر يشوفه في المرايه اليمين. طبعا هو بالنسبه له هنا لسه ما ظهرش، فبالتالي بيبدا ان هو يطلع. زي ما انتم شايفين مركز في المرايه اليمين كويس جدا، ومركز في بعد العربيه قدامه عشان ما يخبطش الحيطه اللي قدامه. مجرد ما بيظهر معاه بيبدا ان هو يرجع واحده واحده علشان يبدا يخش بظهر العربيه مظبوط. زي ما انتم شايفين بيبدا ان هو يرجع واحده واحده. والله هو شاف القمع الاولاني تمام، طب بالنسبه للقمع التاني ورا يمين لسه ما شافوش. هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يطلع قدام. تعالوا نشوف كده. صح كده؟ بنتكلم صح. بيبدا يطلع عشان المرايه بتاعته تظهر فيها القمع اللي ورا يمين بالنسبه له، ويبدا بعد كده يرجع خط مستقيم. هيبدا يرجع واحده واحده. طبعا زي ما انتم شايفين التحكم في السرعه والتحكم في الدركسيون ونظره المرايه بتكون ما شاء الله ما شاء الله ممتازه جدا. زي ما انتم شايفين مركز ازاي في المرايه اهو. قدر ان هو يركن بفضل الله في الركنه العمودي على رصيف بكل احترافيه. نتمنى له طبعا التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة أستاذ أحمد عباس. زي ما انتم شايفين دلوقتي هنعمل الركنة الموازي للرصيف. دلوقتي احنا بنبدأ ان احنا نطلع من الركنة الأول زي ما انتم شايفين مع مستر أحمد عباس. هيبدأ ان هو يبدأ يطلع من الركنة، بس عشان هو ما ينفعش يطلع قدام على طول عشان في قدامه قمع. طالما القمع ده هو مش شايفه وطالما واقع جوه ما يقدرش ان هو يطلع قدام تاني. زي ما انتم شايفين اهو بيقدر يبص كويس جدا في المرايه بتاعته. طبعا انا قافله الازاز جنبه عشان ما يبقاش العميل قاعد بيبص بره بعينه بره الشباك. انا عايز تبقى ابعادك جوه العربيه مع ازازك قدام مع مراياتك يمين وشمال، مش عايزك تبص بره ابدا بره الشباك. فعشان كده انا قافله الازاز من جنبه، ده عشان يديله اعلى تحكم وعلشان يديله قابليه ان هو يعرف يبص كويس جدا في مرايته، لان مرايته مش هيحتاجها في الركنات بس، لا ده هيحتاجها معايا بره جدا جدا في قلب الطريق، لانه عشان يعرف ابعاد عربيته ويعرف زاويته مظبوطه ولا لا. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو بيظبط خط مستقيم مع القمع اللي واقف جنبه، ظبط. مجرد ما الكاوتش جه جنبه يبدا ان هو يكسر الدركسيون كله ناحيه الاقماع او ناحيه الرصيف او ناحيه الركنه اللي بيركن عليها، وبعدين بيبص في مرايته الناحيه الثانيه يمين. مجرد ما النمر العربيه اللي ورانا او القمعين اللي في اللي ورا ظهروا معانا في المرايه اليمين يبدا ان هو يكسر الدركسيون خط مستقيم ويرجع شويه، لان لو كسر تاني على طول هيبدا ان هو هيطلع فين؟ هيقرب هيبعد عن الرصيف. فزي ما انتم شايفين دلوقتي هو قدر ان هو يرجع لورا، بص في مرايته هيبدا يغير اتجاه الفتيس من ورا لقدام، فيبدا ان هو يكسر قدام واحده واحده. طبعا هيبعد عن الرصيف زي ما انتم شايفين، بيبص كويس جدا على القمع اللي قدامه عشان يقدر يتفادى كويس جدا بعيد عن الرصيف. كده هو ركن ممتاز جدا جدا. شوف برضو الاقماع اللي ورا اهي بعيد عنها تماما وممتاز جدا جدا. نتمنى له طبعا التوفيق والخير ونخش ان شاء الله على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد عباس. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل التخطي أو التجاوز، بس بنعمله من على مسافة قريبة اللي هي مسافة الأمان بيني وبين العربية اللي قدامي، علشان أضمن إن أنا لو في العربية اللي قدامي عطلت أو جرالها حاجة فأقدر إن أنا أطلع منها بكل سهولة ومفضلش قاعد مستنيها ولا الناس تفضل ورايا تزمر لي ولا تلبخني. زي ما احنا شايفين دلوقتي هو عملها من الناحيه الاولانيه، هنبدا ان احنا نعملها من الناحيه الثانيه عشان احنا بنعملها من ناحيتين مش بنعملها من ناحيه واحده ابدا. ليه؟ علشان تتمكن سواء في اي طريق ماشي مظبوط او اللي قدامك ماشي عكس، فتعرف ان انت تعرف تتحكم في عربيتك من غير ما اللي انت تستنى اي حد يطلع من قدامك او ان اللي وراك يفضل يزمر لك. زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا مستر احمد عباس بيبدا ان هو طبعا يلف عشان يظبط الزاويه الثانيه بتاعته. زي ما انتم شايفين انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اسيب للعميل الحريه ان هو يقدر يبقى جوه العربيه لوحده، ما افضلش قاعد جنبه ان هو كل شويه يغلط وكل شويه ابقى قاعد جنبه واشد له الهاند بريك واشد له الفرامل واعدل له الدركسيون والكلام ده كله. لا، بحاول على قد ما اقدر ان انا اديله حريه ان انت اغلط، احنا جايين نتعلم مش ان انت جاي متعلم. لا عادي، خد حرجك وما تتكسفش واسال براحتك ان شاء الله 100 سؤال، وفي نفس الوقت اتعلم صح. انت جاي دافع فلوس علشان تتعلم صح، مش عشان تبان انت لا انا مش عايز اغلط قدام الناس ولا قدام الكابتن ولا لا. عادي، اغلط واتعلم. بعد ما تتعلم معانا هتبقى بره معلم، انما ما تجيش تبقى انت لسه في حاجات مش مظبوطه عندك وتقول بقى لا خلاص انا بعرف اسوق. لا، لسه محتاج تتظبط اكتر. زي ما انتم شايفين دلوقتي هيبدا ان هو يعملها من الجهه الثانيه، يبدا ان هو يتخطى الاقناع ويبدا ان هو يعدي واحده واحده. طبعا ما بيجريش عشان يقدر يظبط ابعاده ويبقى معاه 100 100. نتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر أحمد. زي ما احنا شايفين دلوقتي ماشيين على الطريق الدائري، خلاص خلصنا الكورس بتاعنا ما شاء الله عليه، مستوى ممتاز جدا، قدر ان هو يتخطى معانا جميع التحديات. معانا دلوقتي مستر أحمد هيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل. بصراحة حاجة جميلة جدا، وكابتن خالد ما شاء الله عليه فاهمني كويس أوي والله. هو بس حاجز الخوف ده بس، يعني الحمد لله هتعدي يعني مع الممارسة وكده.
شايف ان انا تمام قوي وتعلمت كل حاجه الحمد لله، وبشكرك قوي يا كابتن خالد. تسلم الله يخليك. حاسس ان كان ناقصك اي حاجه في التدريب؟ لا تمام زي الفل. اثرت معاك في الوقت او في اي حاجه؟ لا وقت بصراحه ملتزم جدا في الوقت والله، وما شاء الله يعني مديني حق يعني بصراحه. تسلم الله يخليك. الله يخليك. نتمنى لك طبعا التوفيق ان شاء الله، ونشوفك بعربيتك الشخصيه على الطريق معانا باذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم. سلام.